يا جماعه ده مش اعلان، ده تحذير. ايه دبدوب زي ده ب 75 جنيه؟ ايه ده؟ ده فار مش دبدوب. اشتريت من بلبن ترند دباديبه الجديد الثلاث قطع. اولا زي ما انتم شايفين هو مش مطلع لي العلبه بتاعه دباديبه اصلا، دي كاساته، علبه زي كده فيها واحد، والعلبه دي اللي فيها الاثنين الدبدوبين التانيين برضو علب كاسات. ده كده الدبدوب الاول ومعاه صوص الكندر، الدبدوب الثاني معاه صوص الشوكولاته، الدبدوب الثالث ومعاه صوص البيستاشيو. تعال نجرب اول حاجه البيستاشيو. شفت فيديوهات كتير الحجم بيبقى اكبر من كده، عايزكم فعلا تقولوا لي اذا كان هو فعلا بيطلع حجمه اكبر من كده ولا لا. يلا ما علينا، خلينا برضو في المضمون. علبه الصوص اللي حاطينها بصوا كده معايا، دي كده علبه الصوص اهي، يعني العلبه ثلاث ارباعها فاضيه والربع بس اللي محطوط فيه صوص. عادي، عايز تغلي فلوس غلي فلوس، بس حط لي العلبه كامله زي ما انت بتطلعها للناس. برضو انا معاكم للاخر وخلينا في المضمون ونشوف الطعم. تعال نجرب كده صوص البيستاشيو. هو يعني تقريبا عشان كان طالع من الفريزر فجامد شويه، فخلينا ناخد حته طيب في المعلقه ونجرب كده. نقطع مثلا من الراس، تعالى نقطع كده، انا اوريكم بس يعني من جوه. اولا هو طبقه الموس شوكولاته كبيره وشكلها مغري، بس خلينا في الطعم برضو نعرف اذا كان طعمه حلو ولا لا. بسم الله الرحمن الرحيم. بصراحه وللامانه بعيدا بقى عن الحجم والعلبه الفاضيه والباكج، لا طعمه حلو، مش هذم في كل حاجه. طعم الموس شوكولاته بصراحه جامد جدا. في حاجه ملاحظها حصلت لبلبن، مش عارف اذا كان ده فعلا ولا لا، لو هو فعلا كده اكتبوا لي في الكومنتات. حاسس ان هم قللوا السكر في المنتجات بتاعتهم. كنت لما تيجي تجيب اي حاجه من بلبن بتلاقيها مسكره اوفر دوز، تعمل لك تربنه في دماغك. لكن ده سكره معقول، حاسس ان طعمه حلو، انا اتبسطت. ايه ده؟ لسه ما عملتش لايك ولا فولو؟ يا عم كتر خيرك، شكرا. تعال نجرب النوع التاني اللي معاه صوص الكندر. طبعا الحجم هو نفس المشكله، العلبه فاضيه. ناخد برضو حته صوص كندر، نقطع من دماغه حته كده. الكندر طعمه حلو بس مسكر قوي، بالنسبه لي صوص البيستاشيو كان افضل. النوع الثالث والاخير صوص الشوكولاته، نفس الموضوع، العلبه فاضيه، حته صوص شوكولاته، وننزل في نص الدبدوب نقسمه نصين وناخد حته من النص ونقول بسم الله. دي جامده بالنسبه لي. الترتيب من الاول للاخر: صوص النوتيلا، صوص البيستاشيو، وفي الاخر خالص الكندر. تلخيص الموضوع بالنسبه لي كتجربه، تجربه كويسه. يمكن السعر غالي شويه، هشتريه تاني؟ لا.